مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب ليوم الغد بإذن الله دائما أجواء مغشاة إلى غائمة نحو مناطق الجنوب الغربي، احتمال لأمطار ضعيفة ومحلية. الأجواء ستكون رعدية ابتداء من الظهيرة نحو الهضبة الوسطى والغربية، مع احتمال بعض الزخات من الأمطار الرعدية الضعيفة. نحو سواحل الأجواء ستكون مشمسة إلى مغشاة جزئيا، لكن بعد انقشاع الضباب خلال الصباح الباكر تقريبا نفس الأجواء بمنطقة الأوراس، في انتظار أن تلتحق إليها الخلايا الرعدية خلال الليل. أجواء مشمسة تماما من شمال الصحراء لغاية أقصى الجنوب. الحرارة خلال ليلة اليوم تتراوح ما بين 5 إلى 8 درجات على الهضبة العليا، المناطق الساحلية الوسطى وكذلك الشرقية، بينما ترتفع بغليزان ووهران مقاييس بين 11 إلى 12 درجة. بالمناطق الجنوبية ستقارب الحرارة 8 درجات فقط خلال ليلة اليوم بغرداية، 9 بالجنوب الشرقي، 10 درجات ببشار وتمن راس، ترتفع إلى 14 بالصحراء الوسطى و17 نحو أقصى الجنوب. أما عن الحرارة القصوى خلال ظهيرة الغد تعرف بعض التراجع نحو السواحل الوسطى، 18 درجة منتظرة بالعاصمة، 19 بتيزي وزو، ببجاية وعنبة، 22 درجة بوهران، 23 درجة بغليزان وتلمسان. بالبيض لن تتعدى 17 درجة، في حدود 22 درجة بباتنا، 25 درجة منتظرة بشمال الصحراء، 21 درجة ببشار، 26 درجة بإن صلاح، ترتفع بأقصى الجنوب لتقارب 32 درجة. فيما يخص البحر خلال يوم الغد سيكون جميل إلى قليل الاضطراب بسواحل الوسطى والشرقية، رياح ضعيفة غربا. أما بسواحل الوسطى والشرقية ستصبح معتدلة خلال الظهيرة ضمن تيارات غربية تماما. عن بعض عواصم شمال قارة أمريكا، أجواء غائمة خلال يوم الغد بمونريال مع 4 درجات تحت الصفر، نفس الأجواء بفانكوفر مع درجة واحدة، زخات من الأمطار بنيويورك مع 7 درجات، بعض الأمطار الضعيفة نحو واشنطن مع 9 درجات، أمطار رعدية بدالاس مع 26 درجة مئوية ومشمسة على باقي العواصم، 13 درجة بكاليفورنيا، وترتفع إلى 28 درجة بميامي. أما عن وقت شروق الشمس ليوم الغد سيكون في حدود الساعة 7 صباحا و28 دقيقة، طبعا التوقيت يناسب العاصمة وضواحيها، والغروب سيكون بإذن الله في حدود الساعة 6 مساء و35 دقيقة. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة، ودمتم في رعاية الله وحفظه.